ازيكم يا حبايب قلبي. فيديو النهارده جاي اتكلم فيه عن غسالتي ال جي الفوق اوتوماتيك 10.5 كيلو. آه انا حاطه فيها غسيل. انا بس جاي اقول لكم طريقه الغسيل المفضله بالنسبه لي اللي بتنضفني وبتريحني وبتخلي الغسيل زي الفل. انا مش هعيد وازيد لان انا عارفه ان كتير قوي من اليوتيوبرز عملوا الريفيو ده واصلا الغسالة دي بقت منتشرة يعني في كل البيوت. بس انا هقول لكم على طريقتي انا في الغسيل. انا اول حاجة بحب برنامج الجينز جدا، ما بغسلش غير عليه الا لو صوف مثلا، هدوم صوف بغسل الصوف، ولو رقيق مثلا عبايات او هدوم خروج او حاجة بغسل على الرقيق، لكن غير كده جينز على طول الوقت. وبعمل ايه؟ مثلا بفتح كده، ده غسيل ملون عشان مرة تانية بغسل معاكم الابيض مرة تانية. آه بفتح كده بجيب غسيل الجينز وبعمل، مش عارفة باين ولا لا، دورة غسيل بس. انا مش شايفاها، دورة غسيل بس وكله مطفي. وبعد كده بقوم محددة مية الغسيل. انا هنا اللي عندي دول حبة قليلين، وبشغل الغسالة بس بتقعد تملي. انا هنا حاطة ستارة وشوية مفارش وكده، وبقوم حاطة مثلا من فوق مثلا الكمية دي انا حاطة فيها نص كيلو. انا بحب احط المسحوق من فوق، مش بحطه من الدرج بس. وبسيبها تملي وتغسل بس. وبعد كده بقوم بعد ما تخلص غسيل بريحها مثلا، زي بتقوم هي فاصله طبعا، وبعد كده بريحها زي نص ساعه كده تنقع مع نفسها من غير كهرباء، لان برنامج النقع هنا بينقع وبياخد كهرباء، وغير كده بينقع في الشطف والعصر مش بينقع، ده بيركن. انا بحس ان هو بيركن، ما بينقعش في دوره الغسيل قد ما بينقع في الشطف، وقد ما بيركن في العصر. فانا بحب ان انا انقع مع نفسي كده بالمسحوق. ودلوقتي هحط لها كليروكس الوان واسيبها زي نص ساعه كده، وبعد كده اقوم شغاله بقى دوره غسيل وشطف وتجفيف. دلوقتي انا بس هحط لها اللي فاضل لها كليروكس الوان، ثواني كده اهو، اللي هو الكلوريب. بس ماسكه البان مش عارفه اعمل، شكله هيقع على الغساله. او مثلا حاطه زي حبه صغيرين، ربع كوبايه فوق كفايه لان الغسيل مش كتير. بس كده وبس، خلاص كده. واسيبها بقى تغسل، وبعد كده تفصل وتركن نص ساعه تنقع فيه، وبعد كده اغسل دور الغسيل عادي وبس. ودي طريقتي في الغسيل، ومريحاني وبتنضف وبتخلي الغسيل زي الفل. مره تانية هبقى اغسل معاكم الابيض واقول لكم بغسل الابيض ازاي. يعني اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعليق حلو كده لو الفيديو عجبكم. يلا سلام.